يا جماعه حد يفهمنا، لو محمد الشناوي ده ماسك شيكات بدون رصيد على اداره الاهلي، حد يفهمنا، حد يطلع يقول لنا محمد الشناوي يا جماعه والله ماسك علينا سيديهات. محمد الشناوي لازم يفضل يلعب حتى وهو بيدخل اهداف في نفسه وبيعمل اسيستات لمنافسين في كل ماتش. ما لازم حد يفهمنا ايه الفكره، لازم حد يفهمنا ليه كولر مصمم على محمد الشناوي، ولازم حد يفهمنا ليه مصطفى شوبير بمستواه ده قاعد لواحد زي محمد الشناوي بمستواه البائس ده. مستوى مزري وبائس وسيء، ومن أسوأ المستويات اللي شفتها الحارس مرمى لعب في الاهلي في تاريخ مشاهدتي للاهلي. انت كل ماتش بتعمل خطأ يا محمد يا شناوي، خطأ قاتل وكارثي. ماتش باب بلوزداد الاولاني انت مدخل جون في نفسك، يعني حرفيا انت تدخل جون في نفسك. ماتش المصري انت عليك بنالتي الحكم ما حسبوش. ماتش النهارده قدام شباب بلوزداد في الدقيقه 90 بلس انت عامل اسيست لمهاجم شباب بلوزداد في الستة ياردة من كوره لو جبت طفل صغير بيلعب كوره في الشارع هيمسكها. فانا مش فاهم انت ازاي طب بتعرف تنام بالليل؟ يعني انت ضميرك مرتاح؟ ضميرك مرتاح ان انت والله بتعمل اللي عليك فعلا وتستحق تكون حارس المرمى الاساسي للنادي الاهلي؟ وجود واحد مستواه احسن من مستواك 10 مرات على الاقل زي مصطفى شوبير؟ انا ما اعتقدش. وانت لو كده تظلمنا، يعني انت مسيبك بقى من نفسك، انت نفسك ربنا معاك بقى، انما انت كده بتظلمنا. يعني مستواك ده في ظلم كبير جدا لجمهور الاهلي وللاهلي. ولو يا جماعه، ولو انتوا لسه مكملين مع الشناوي علشان الراجل ده كابتن فرقه، والله كابتن فرقه يا باشا على عيني وعلى راسي، يعتزل النهارده ويمسك مدير كوره، ما عنديش اي مشكله، هكون سعيد بيه جدا، شخصيته تنفع مدير كوره جدا، مع انه ما بيحلش اي مشكله. يعني انا كل لما اشوف مشكله تدخل فيها محمد الشناوي المشكله بتنتهي بكارثه، يا اما غرامه مش عارف كام على اللعيب اللي كان مع الشناوي، يا اما لعيب بيتصاب، يا اما لعيب بيعمل، يا اما خناقه بتكبر. انا عمري ما شفت محمد الشناوي دخل في مشكله وحلها. يعني لو حد عنده المعلومه دي يعرفها لي. اتمنى ترحمونا، يعني اتمنى ابوس ايديكم اهو، ارحمونا عشان احنا مش قادرين خلاص. يعني فكره ان كريم الدبيس يلعب جناح يمين دي حاجه بائسه جدا ومضحكه جدا. انا ما شفتهاش من ايام ما جوزيه اضطر يلاقي وائل جمعه مهاجم عشان ما كانش عنده مهاجمين في القايمه. انتوا متخيلين من امتى؟ من قبل ما نص اللي بيتفرجوا دول يتولدوا مثلا. حاجه بقى من 2004، حاجه بقى لها هو 21 سنه، حاجه بقى لها 21 سنه. انتوا متخيلين الزمن؟ انا ما شفتش شيء بائس بقدر ان كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح يبقوا جبهه يمين بيحصل منها كل هجمات شباب بلوزداد. يعني انت بتلعب بباك شمال ناحيه اليمين وبتلعب بباك يمين ناحيه اليمين وكل خطوره شباب بلوزداد من ناحيتهم. طب ازاي كريم الدبيس حتى شاب صغير مش قادر يرجع يغطي، بيرجع متاخر؟ لا انت يا ابني عارف تهاجم ولا عارف تدافع. بس انا مش هلومك علشان الموضوع كبير عليك، انا عارف تمام. اللوم مش عليك، الغلط مش عليك، الغلط على كولر اللي تحول لراجل يعني مش موظف، ده موظف دي كلمة فيها رحمة ورأفة بيه. كولر بقى بني آدم، يعني عارف، يعني مش ممكن الكآبة، مش ممكن الكآبة، ومش ممكن السلبية، ومش ممكن عدم الكرياتيفيتي بقينا شغالين روتينيين بيروقراطيين ولا كأننا في مجمع التحرير يا مارسيل يا كولر. كولر بقى موظف في مجمع التحرير. عندك لعيبه يا ابني انزل رصها تمام. انا ما اعرفش بقى هو بيحرج الاداره ولا هو بيعمل ايه، والله انتوا ما بتجيبوليش لعيبه. طب يا عم خد كريم الدبيست جناح يمين، وادي بيرسي تاو هرميه لك بره، وادي مش عارف مين هرميه لك بره، وتفضل بقى يلا نلعب بقى، يلا نلعب بقى. يا مجلس اداره النادي الاهلي، انت مشيت خالد الجوادي، الراجل اللي كان في بينه وبين كولر كيمياء رائعه لدرجه ان كولر رقاه من مترجم لمساعد مدرب. انت قررت انك تمشيه علشان شويه لعيبه، اعتقد ان منهم محمد الشناوي، اعتقد ان منهم محمد الشناوي وكهربا والناس الحلوه دي كلها تمام. سكت عند كده؟ لا ما سكتش، رحت ماشي سيد عبد الحفيظ احسن مدير كوره مسك الاهلي من ساعه ما انا اتفرجت على كوره. من ساعه ما انا اتفرجت على كوره سيد عبد الحفيظ هو احسن مدير كوره مسك الاهلي. انت قررت تمشيه فجاه كده وانت كسبان. يعني في مثل بيقول لك كده ايه، يعني حاجه شغاله وماشيه وبتكسب ما تلعبش فيها يا حبيبي، ما تلعبش فيها، سيبها ربنا مبارك فيها كده، سيبها. لا انت قررت تلعب، قررت تمشي خالد الجوادي. ها لا لا، اصله بقى مركز قوه جوه النادي الاهلي، اصله بقى مش هيعمل انقلاب يعني جوه الاهلي. انا مش فاهم ايه مركز قوه جوه الاهلي دي تمام. لا اصل سيد عبد الحفيظ يا جماعه مدير الكوره بقى منصب قليل عليه. طب وانت استفدت منه في منصب تاني؟ ما انت رميته قاعد بيلعب مع مهيب اهو وفي قهوه فايق وفي الحاجات دي، وانت عملت بيه؟ انت استفدت منه في حاجه؟ يعني ما استفدتش منه بحاجه، خرجته من النادي وخلاص علشان بقى مصالح شخصيه، علشان ايا كان ما اعرفش، بس في الاخر الاهلي هو اللي اتضر. بقالنا 3 سنين بنبوس ايد الاداره، عايزين لعيبه عايزين لعيبه عايزين لعيبه، فضيت الفرقه وما جبتش حد مكانهم. نفسنا في حد يسد مع وسام، مفيش. وسام النهارده لحد الدقيقه 90 عمال يجري ويضغط لوحده كانه بيدم في مالطا، قاعد كده بيدم في مالطا
لا كوره بتوصل له ولا حد بيلعب له، وامام عاشور عمال يعجن وحسين الشحات عمال يعجن. انا لو بدي تقييمات النهارده زي الناس اللي بتدي تقييمات دي، انا كنت سقطت مش نص. ده امام عاشور صفر، وحسين الشحات صفر، والشناوي صفرين، والدبيس صفر ومعذور بس صفر. خالد عبد الفتاح صفر. ده خالد عبد الفتاح ده نيله. خالد عبد الفتاح ده مصيبه. الكره كل ما بتجي ناحيه الكورنر يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، كارثه. هعرف اتصرف ازاي انا فيها ياما يا لهوي؟ اما اعمل فاول يودينا في داهيه، ولا اطلعها كورنر علينا يودينا في داهيه. راجل ما بيعرفش يتصرف في الكوره. لعيب في الاهلي، لعيب في الاهلي مش عارف يتصرف في الكوره. يعني في مأساة وكارثة أكتر من كده. أنا مش شايف بصراحة إن في مأساة وكارثة أكتر من كده.